لو في شخص اختفى من حياتك من غير سبب، سابك من غير سبب، علقك بيه وسابك من غير سبب، اتغير معاك من غير سبب، تجاهلك من غير سبب، عملك بلوك من غير سبب، وكل ده مش مفهوم بالنسبة لك وعملك علامات استفهام كتير، وكل ده ادى لنفسه الحق ان هو يعمله من غير سبب، يبقى انت كمان ادي لنفسك الحق ان الشخص ده لما يرجع يكلمك انك تعمل الاتي عشان تحط قدامه علامات استفهام كتير. الشخص ده لما يجي يكلمك هيبقى فاكر ان انت هتقعد تعيط له وتعاتبه ان هو سابك، فانت هتعمل كده، هتروح ترد عليه حلو جدا من غير سبب، وهتعامله تحفة جدا من غير سبب، وهتقوله ايه ده، ايه الصدفة دي، انا كنت لسه داخل اسال عليك. هيقولك يا سلام، وانت سايبني كل ده ومش واخد بالك ان احنا مش بنتكلم يعني ولا ايه، حبكت يعني النهارده. قول له ايه ده، هو مش انت كنت مسافر؟ انا كنت بكلمك عشان اشوفك انت رجعت من السفر اصلا ولا لسه. هيقولك سفر، انا كنت مسافر، مين قال ان انا كنت مسافر؟ وهيقول في باله ده الخطه باظت، ده انا كل ده كنت فاكر ان انا بعلقه بيا، وهو غبي فاكر كل ده ان انا كنت مسافر، لا وكمان مش زعلان مني، وانا اللي فاكر ان انا هرجع الاقيه بيتشحتف. فهتقول له ايه ده يا ابني، صحابنا هم اللي قالوا لي، ده كل الناس فاكراك مسافر اصلا، ده انا كمان على فكره بعد كده سافرت واتسحلت، انا اصلا حاسس ان انا ندل جدا مع اصحابي وما بسالش على حد بقالي فتره. وهنا بقى انت حطيت له مليون علامة استفهام، لان انت مش بس بتكلمه وانت مبسوط ومش متضايق، لا ده انت كمان كنت فاكره مسافر، يعني ولا حسيت اصلا هو عمل فيك ايه، ولا فاهم اصلا ان هو كان بيأذيك ولا اتأذيت. لازم تفهم ان الشخص اللي بيأذيك طالما عمل فيك حركة مش مفهومة، يبقى ما ينفعش تبقى مسالم وتروح تبقى تتعامل معاه بطبيعتك عادي وتسأله انت ليه عملت كده، لان انت لازم تاخدها قاعدة في حياتك. الشخص التوكسيك مش بيتعامل بالمنطق، مش بيبقى عنده اسباب لتصرفاته، مش هينفع يقنعك ويقولك انا اختفيت عشان عايز اعلقك بيا. الحل الوحيد اللي هيخلي الشخص ده يتجنن وكمان يحطك في دماغه هو انك تتعامل بنفس التصرفات بتاعته، يعني برضو تعمل حركات مش مفهومة وتخليه هو اللي مش فاهمك. لا ومش بس كده، انت بعد ما تخلص التمثيلية دي كلها انت اللي هتسيبه وتعيش حياتك عادي ولا كأنه كان موجود أصلا، وخلاص مش هتحتاج ان انت تكلمه تاني، فهتبقى انت اللي عملت الأفعال كلها وهو اللي هيكون رد فعل لتصرفاتك كلها اللي مش متوقعة.